السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال وفي اتم صحة. النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا ده يعني كده روتين لكتير من الستات المصريات. احنا هنعمل شوية عيش كده وشغل البيت بقى العادي اللي اي حد بيعمله. هعمل بقى كمان العيش الملدن اللي هو العيش الناشف بتاع الفتة، تقدري تعملي بيه فتة عدس او الفتة اللي هي الفتة اللي هي باللحمة. هنا أول حاجة أنا بعملها طبعا، العيش ده طبعا عندي من الخبزة اللي فاتت، يعني كان موجود عندي. ولازم أول حاجة بعملها كوباية الشاي دي، جنبها أي حاجة بقى، حتة جبنة، ده شوية عسل كده. وبعد كده بقى ببدأ، يعني حللت الدقيق أو نخلت الدقيق، وبدأت أجهز المية بقى بتاع العجين. مية العجين طبعا في الشتاء لازم بدفيها عشان ما تخليش الخميرة تكتم معايا يعني، وتساعد تخلي العجين يخمر على طول. خدت بقى كده المية، طبعا المية بضيف، بحط لها الملح طبعا تبع ما الملح يظبط معايا. هنا بقى الدقيق بتاعي دوت، يعني حوالي 7 أو 8 كيلو، ده دقيق بلدي. وده بضيف عليه 2 كيلو كده دقيق زيرو، عشان يبقى العيش يعني معايا ابيض شويه، ما يبقاش اسمر قوي. وبعد كده بقى هبدأ العجن طبعا واحدة بواحدة كده، باخد المية تبع العجين معايا ما يحتاج، مش بحدد مقدار للمية يعني. ودي الخميرة دي خميرة بيرة يعني، انا عاملة لها اختبار برضو، لان طبعا في كان حصل معايا موقف كده، بس كان الحمد لله يعني كان عجين حبة قليلين يعني. حصل يعني اني ما عملتش، كنت عجنت على طول، استعجلت على الخميرة وعجنت على طول، يعني هي ممكن تحصل 10% يعني، ان الخميرة ما تبقاش كويسة، فالعيش طبعا بيبوظ. فكده خلاص بقى انا كده خلصت العجن بقى. طبعا العجينة بتبقى دوت العيش الفلاحي او اللي هو العيش الطري. لازم العجينة تبقى معايا طرية بالشكل ده كده عشان اقدر افردها كويس، يعني تساعدني في الفرد. بعد كده طبعا غطيت العجين وتقلت عليه كده الغطا عشان العجين يدفى ويخمر بسرعة. مش هقعد بقى طبعا على ما العجين يخمر، ببدأ بقى اشوف الشغل بتاع البيت بقى. هنا انا يعني شوية غسيل كده، شغلت الغسالة. وبعد كده ده بقى عندي غسيل يعني، ده كان غسيل عندي في المنشور، فلميته برضو وطبقته يعني ايه. بروق بقى البيت زي اي حد يعني، احنا بنقوم على على الشغل والترويق والحاجات دي اول حاجة. هنا بقى دخلت كمان على المطبخ. الرخامة انا مروقاها من بالليل طبعا. بس بقى المواعين، انتوا عارفين ان المواعين دي ما بتخلص، يعني هي الحاجة الوحيدة اللي في البيت دايما شغالين فيها. بتلمي بقى مواعين من التلاجة، بلم من على مثلا في بواقي مواعين بتاعت عشاء. كده لميت بقى حاجتي كلها كده وشطبت المطبخ زي ما حضراتكم شايفين اهو. خلاص خلصت المطبخ كده زي الفل، عشان اما اجي اخبز بقى ابقى قاعدة رايقة، لان انا طبعا بخبز لوحدي. هنا بقى الردة نخلتها برضو، لازم انخلها كده في منخل سلك عشان اخد بقى الردة الناعمة، يعني لو فيها حاجة خشنة بقى هتبقى في المنخل. انا اخد الردة الناعمة اقرص عليها او اقطع عليها العيش بتاعي. وهنا حاطة كمان شوية مية على شوية زيت صغيرين كده، ببل ايدي منهم واحط على العجينة عشان العجينة تفضل كده بتلمع وما تعملش قشرة او تقشف زي ما بنقول. طبعا الناس اللي بتخبز عارفة الكلام ده. هنا بقى انا خلصت الكمية بتاعتي دي، مش كل الكمية طبعا، في لسه باقي معايا، بس عشان العجين ما يسقعش مني يتلج يعني على الصواني، انا بعمل حبة بحبة. ومعايا دي بقى مطارح، المطارح برضو ببقى حاطة عليها ردة من اللي هي في الصينية دي عشان العيش ما يلزقش، طبعا بكتر الردة شوية.
وببدأ كده زي ما حضراتكم شايفين. انا طبعا عاملة معاكم العيش الطري ده او اللي هو الفلاحي، عاملاه معاكم على القناة قبل كده، وان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. بنقل بقى عشان انا طبعا انا عايزة هلدن العيش او العيش اللي هو الملدن او الناشف ده بتاع الفتة. نقلت بقى على المطرحة الكبيرة عشان افرده برضو اكتر من كده. يعني العيش بتاع الفتة بيبقى كبير شوية وبيبقى مش تخين، بيبقى رقيق شوية. طبعا النار بتاع العيش ده انت بتدخليه على الفرن، بيبقى النار عالية زي ما حضراتكم شايفين كده. لو النار معايا هادية لا بتنشف العيش مني، والعيش ما بيقبش معايا بالشكل ده كده. انا عايزة العيش يبقى طري كده ويقب ويبقى حلو كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا يا جماعة لقمة العيش في البيت دي كنز. يعني والله انا لو عندي العيش في البيت وما عنديش اي حاجة تاني ببقى مطمنة. يعني هتجيبي اي حاجة وتاكليها، اي ضيف هيدخل عليكي. وبعدين انا بحب اعمل الحاجة في البيت بنفسي. يعني الخبيز بالذات، العيش بالذات ده بحب اعمله في البيت بنفسي. هبدأ بقى كده خلصت. هبدأ بقى انقي العيش اللي هو الكبير شوية، والعيش اللي وشه كده يكون ابيض، وعشان عشان ألدنه يعني وكده. بقسم الرغيف 4 ورصته في الفرن. الفرن بقى بتاع التلدين اللي أنا هلدن فيه لازم يكون النار هادية عشان ينشف معايا العيش ويبقى بالشكل ده كده. وكده خلصنا اهو، واليوم انتهى الحمد لله. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو انتوا جداد في قناتي أتمنى تنوروني باشتراك في القناة ولايك. والأكم بخير مع فيديو جديد إن شاء الله.